حبايبي الحلوين، وحشتوني كتير. رجعت لكم بعد غياب، بس مش راجعة وايدي فاضية، لا. راجعة لكم بأحلى فكرة ممكن تعمليها تزيني بيها باب شقتك، تديها العروسة، او حتى ممكن تعملي مشروع من بيتك. لو عجبتكم الفكرة البسيطة ديت ما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو وتشاركوا الفيديو مع اصحابكم عشان الكل يستفيد. ويلا بينا نبدأ. انا جبت كرتونة، اي كرتونة او قماش موجود عندك، وادي الطارة بتاعتنا. هثبت الطارة بالكرتون على الكرتون بالغرة. ده غيرة مائي بتجيبيه من عند الموان، وهبتدي اوزعه كويس كده على الكرتونة وهثبت عليه الطارة. المشروع دوت انا عملته جديد، وبصراحة الطارة ديت طلبها مني عروسة. انا هعملها قدامكم وان شاء الله تعجبها وتعجبكم كمان. بس انا عايزاكم بصراحة تقولوا رأيكم في التعليقات. وبعد ما نشفت وسبتت كويس، انا هقول لكم ايه دوت. شايفين عارفين الطواقي بتاعة المصايف؟ انا قسمتها نصين، خدت الجزء دوت هعمله فوق الطرب بالشكل ده، والجزء اللي هو فوق دوت انا خدته عملته منظم، عملته معاكم قبل كده على نفس القناة. هحط لكم الرابط في صندوق الوصف. انا هثبتها كده فوق الورد لاني انا عايزه اغير شكلها خالص، مش عايزه الورد ده يبان. وجبت الورد دوت كان موجود معايا، وهبتدي اثبته على الطاره من الجنب بالشكل دوت. ثبته بالشكل ده، وفي النص ورده، وهعمل لغايه نصها بالشكل دوت. ومعايا خيط خيش هبتدي احطه يعني في النص التاني بالشكل دوت. هعمل كذا طبقة ورا بعض، يعني كذا صف. لما نيجي نوصل للطرف هقصه واثبته مسدس الشمع تحت ورقة الشجرة بالشكل دوت. هعمل بقى 5 صفوف بنفس الطريقة، بقت معايا بالشكل دوت. استنوا، رايحين فين؟ عملتوا اللايك ولا لسه؟ كمان لسه الفيديو مخلص، تابعيني لاخر الفيديو وانت هتتفاجئي بالنتيجة. معايا قطعة خيش هبتدي اتنيها كده بالمسدس الشمع، وبعدين هعملها فيونكة. اول حاجة هسويها اقسمها بالنص كده، واسويها بالمقص عشان يطلع الشغل الفينش بتاعه مظبوط وما تخيرهوش عن الجاهز بالظبط. وابتدي اتنيها عشان انا هعملها فيونكة. هقسم بقى كذا خيط بنفس المقاس نفس الشكل، وبعد كده هثبت الفيونكة على الفراغ دوت. اظبطها بس بالشمع كويس واثبتها. وبعد كده الخيوط ديت هبتدي اوزعها بالتساوي يمين وشمال بالشكل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. الخطوة اللي انا بعملها ديت هتخلي التابلو حاجة في منتهى الجمال، هتنبهري بجد لما تخلص ولما تشوفيه. الخيوط انا هثبتها جنب بعضها زي ما انتوا شايفين كده، وابتدي اثبتها برضو بالشمع، وابتدي افكها بقى من بعض، وبعد كده اسويها بالمقص. وهبتدي اسويها كده واظبطها. وبعد كده معايا وردة كده بلاستيك هحطها في النص، نص الفيونكة. وبكده انا خلصتها، بس هعمل الفينش الاخير فيها عشان التقفيل يبقى شكله كويس. اول حاجة هبتدي اقص الكرتون الاول، وبعد ما قصيت الكرتون حواليها ابتدي اعمل التعليقة بتاعتها، اثبتها في الشمع وفيها قطعة خيط زي ما متعودين. طريقة القماشة على الخيط ديت هي بتثبت الشغل كويس جدا، ولما بيتعلق بيفضل ثابت مكانه. وادي كده الشكل النهائي. ايه رأيكم بقى في الفكرة العبقرية ديت؟ لو عجبتكم بقى ما تنسوش تعملوا لي اللايك والشير وشيروا الفيديو، وتكتبوا لي رأيكم في الكومنتات. وادي كده لما علقتها على الحيطة
شايفين الجمال؟ وادي اخر الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.